حاضر بوجو يبدو انه دخان احمر كبير ظاهر للجميع، ويظهر على ان الاداء على مستوى رقعه الميدان من جانب الوداد الرياضي يبحث الجميع لان يكون افضل. المناصرين في المدرجات يبدعون فريق شباب المحمديه. نظرا على المدرجات كيف تابعنا، اجواء صراحه جميله وجميله جدا، جماهير راقيه بتشجيع كبير كما نتابع. لاحظوا القيمه ديال الجمهور، القيمه ديال الجمهور الوفي. يعني يكون عندك جمهور وفي، هو جمهور يعني يحاول ما امكن انه يساند الفريق مهما كانت النتيجه ومهما كانت الظروف، دائما يواصل المسير ويواصل الايمان بفريقه على انه بامكانه ان يحقق نتيجه مرضيه. الوداد نذكر بانه 18 نقطه، الجيش الملكي 22 نقطه، الجيش الملكي في مقدمه ترتيب الدوري الاحترافي. هذه الكره كادت ان تكون مغالطه للحارس سفيان بارتو بسنتيمترات قليله. يحيى عطيه الله لعبها بالطريقه الصحيحه ودرب. لاحظوا انه جمهور الوداد في مدرجات اليوم يستأثر باهتمام عدسات مصورينا نظرا لما نستمع اليه ولما نشاهده من تشجيع لم يكلوا ولم يملوا. الاصوات تصدح في سماء المركب الرياضي محمد الخامس. كرة في الزاوية، محاولة من جانب فريق الوداد الرياضي، تحضير الآن إمكانية التعامل مع هذه الكرة. شوف هنا ونجم عملية تنفيذ قريب من الكرة، اختار أن تكون في هدوء. كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة ممتازة ولكن هنالك تغطية دفاعية. شباب المحمدية الهدف الأكبر في الشوط الأول هو أن يحافظ على صلابة دفاعه، على صلابة الخط الدفاعي. الوقت اللي نشوف لحد الساعة مضى من الزمن 22 دقيقة. الوداد لم يجد القن المناسب، الشفرة المناسبة للوصول إلى مرمى الحارس سفيان بارحو. كرة من الجهة اليسرى، محاولة الاختراق، إمكانية المرور، البحث عن التمرير، لكن يظهر على أنه في آخر المطاف كان أمر صعب. كرة ودادية، عملية البحث والخطر الأمامي، افتجامان شهدي والإنزال آخر المطاف إلى خارج الخط الجانبي. متابعة جماهيرية كبيرة، المواكبة للوداد الرياضي. رشاد المركب الرياضي محمد الخامس، الاحتفالية وأيضا الانتظار على مستوى رقعة الميدان. عملية المرور والسقوط والخطأ والمخالفة، مخالفة تأتي فرصة على مشارف منطقة الجزاء. وناجم يحيى عطية الله من سيتكلف. لاعبان معا يتوفران على امكانيات جيده خاصه على مستوى التصويب المباشر. عطية الله معنويات افضل، عطية الله بين نفسه التصويب المباشر، حوار وكأني بوجه لوجه مع سفيان بارحو يصوب كرة اماميه مرمى ببعض السنتيمترات، ببعض السنتيمترات لم يتمكن من تأثيرها بالشكل المطلوب. شوفوا اللقطة، شوفوا الإعادة، شوفوا هنا الكرة، ضربة مرمى لصالح فريق شباب المحمدية للاستعداد من جانب سفيان بارحو. يستعد لرفع هذه الكرة. سمير قزاز يطلب من حارس المرمى ديال يلعب الكرة بشكل سريع. ارتكب المخالفة وسقط في المحظور، وضربة جزاء تأتي لتكون من نصيب فريق الوداد الرياضي. ظل يؤمن بحظوظ فريق الوداد أن بإمكانه أن يصل لشباك فريق شباب المحمدية. استعصت كل الطرق، تمرير العرضي الجانبي، الكرة الثابتة إلى أن أتت ضربة جزاء. ضربة جزاء الحسوني صعد يصوب جول للوداد. الوداد يسجل هدف تبديل الفارق في الانفاس الاخيره من عمر المواجهه. هدفين مقابل هدف واحد، هدفين مقابل هدف واحد في الانفاس الاخيره من عمر اللقاء. ونشاهدون الطريقه التي اتى من خلال الهدف، الحركه والاسلوب الذي نهجه سفيان بارحو. ذكرنا بايام الحارس المخضرم العملاق البرازي كيف
كان يقوم بنفس الاسلوب بنفس الطريقه في الماضي القريب، كان شاف نفس الخطه خالد العسكري، وشفنا ايضا الاسلوب اللي مارسه ايضا الحارس الرائع نعم كونو في المونديال. على العموم هدف ياتي ليكون هدفا اول لصالح فريق الوداد الرياضي فيما ما تبقى من الثواني من عمر هذه المواجهه. كيف سيكون مواجهه واحده ربما او طريق واحده ربما سنشاهد خطا يقول الحكم سمير القزاز. بطاقه صفراء قادمه لتشهر في وجه المدرب رشيد روكي. الاحتجاج بالنسبه لسمير القزاز انه احتجاج مبالغ. احتجاج بالنسبه للطاقم الذي يقود فريق شباب المحمديه خاصه رشيد روكي انه يشوف الوقت الذي اضيف، الوقت الذي نلعبه الان، لانه اضاف 9 دقائق يسير للدقيقه الثانية عشر هكذا يراها المدرب رشيد روكي. لكن الوداد يرى ان كل ثانيه ثمينه. شباب المحمديه بعد الصافره